بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ يا رب اتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. جايين من عند الكتاكيت البلدي بتاعتنا، البلد المشهر، اليوم الرابع. طبعا احنا ال الكتاكيت الاهتمام بيها في اليومين دول بالنسبة للجو. بالنهار حر، بالليل بيبرد. نخلي بالنا تدفية تبقى بالليل، عشان طبعا ايه، تضمن ان الفرخ ما يجرالوش اسهال والتحويل بتاعه ما يقفش معاك. بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم بارك، يعني هم جمال وحلوين. وطبعا احنا آه الكتاكيت طبعا تربيتنا ليها اول ما بنجيبها ما بنتكلش على العلف بس، بروتين علف بس. احنا بنعمل لهم زيادة بروتين في العلف. طبعا احنا الكام يوم اللي فاتوا كنا بنستعمل اضافات للعلف تزود البروتين، عشان طبعا ناخد التحويل بتاعنا يبقى تحويل مستمر ما يقفش، ان احنا ناخد اعلى تحويل ان شاء الله. بنسبة بروتين، بتحط بروتين اللي هو ايه غير بروتين العلف، بنضيف بروتين غير بروتين العلف. وبسم الله ما شاء الله، هم على فكرة بيخافوا، بيجروا مني عشان طبعا بيخافوا من التصوير. احنا كده حاطين لهم اللندة الحمراء. طبعا لو بالنهار الدنيا حر بنحاول ان احنا ايه، تشيل اللندة. بتحاول ان انتي جو برد بتحاول تسيب اللندة. هما بسم الله ما شاء الله الحمد لله، يعني هما حلوين. بس احنا النهاردة طبعا نسبة البروتين اللي احنا كنا بنضيفها النهاردة بقى ايه، مش هندي بروتين، هندي بقى حاجة ايه، رافع مناعة، حاجات منشطة، حاجات اي حاجة يعني عند الفرخ هتحاولي تظبطها ان شاء الله. اللي هي ايه الخلطة ايه اللي احنا معتمدين عليها برضو وبنستعملها للطيور في المرحلة ايه اللي بعد ايه الايام الاولانية اللي احنا تعلية البروتين بتاعت العلف. طبعا احنا هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا ما تنسوناش اللايك والاشتراك عشان ايه نوصل لكم لنا كل جديد ونقدم لكم ايه المفيد ان شاء الله. الخلطة بتاعتنا بصلاية، فصين توم، الكركم ده جميل جدا، بس طبعا ما نكترش منه عشان الكركم ده زي ما بيقتل البكتيريا الضاره بيقتل البكتيريا النافعه، واحنا طبعا البكتيريا النافعه عايزينها. كزبره جميله جدا، وحبه عسل. طبعا احنا هنقلب دول، مش هنحط طبعا الخلطه ما بنحطش عليها علف كتير عشان تبقى على قد ما ياكلوها، بس هنحط حبه صغيرين كده اهو. وهنقلب الخلطة كويس جدا ونحطها لهم. احنا اول يوم نحط البصل زي ما احنا قلنا، احنا لنا كام يوم بنستعمل الحاجات اللي هي تنعلي نسبة البروتين. العلف نحطها طبعا في الاوسع هنا، انا ببقى عايزة اعلي نسبة بروتين العلف بمكون بسيط قوي احنا قلنا عليه في كذا تربية للفراخ. تاخدي تحويل ما يقفش معاكي والتحويل يبقى ممتاز. حاول ان انت ايه تزودي بروتين العلف باي حاجه من اللي احنا كنا قلنا عليها، من 3 حاجات احنا بنضيفهم على العلف في الايام الاولانيه. احنا ممكن نضيفها ل7 ايام مفيش اي مشكله. بس احنا بقى ايه، هنخلط النهارده بصل وثوم وكده، عايزين مضاد حيوي حاجه كده ايه تفتح الشهيه برضو، واي ميكروب اي حاجه لو في اي حاجه برضو البرد وكده ما يحصلش حاجه عندنا ان شاء الله. وبننصح برضو الكركم حلو ومفيد وكده وصيدليه كامله، بس ما نحاولش نكتر منه عشان بيقتل الايه البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره. هم حيواتهم بسم الله ما شاء الله. بس ده كله باهتمامنا للحاجه ان احنا ايه في برد في حر تحاولي تخلي بالك ما تبرديش الفرخ وما تحرريش الفرخ. في تلك الحالات الفراخ لو بردت بتتعب مننا، ولو حررت برضو بتمنع الاكل وبتبقاش عارفه تاكل. الخلطه عملناها هنحطها لهم اهي. هما طبعا بيبقوا خايفين من التصوير، اول ما بمشي من عندهم هما بايه
بيجروا على الاكل، هيجروا طبعا على البصل بقى ويتجننوا. طبعا تعوديهم على البصل، انسي بقى ان انت ايه، يشموا بس ريحه البصل كده. وطبعا البصل مفيد جدا، البصل مهضم، بينظم جهاز الهضمي، لاي ميكروبات اي حاجه البصل برضو بيحوشها. الثوم مضاد حيوي. فكل الحاجات دي يا جماعه بتفيد الفراخ وبتفيد الكتاكيت ومفيده جدا لاي طير. البصل والثوم، يعني البصل والثوم ده بيمنع اي ميكروبات اي حاجه، وكمان مهضم، وكمان فاتح شهيه، وفي حاجات كتير قوي. فاحنا حطينا بصل وحطينا بصله صغيره النهارده بس كده اول يوم، وحطينا فصين ثوم كده عشان تفتح شهيتهم، وعشان يبقى الامعاء بيظبط الامعاء في الهضم. فالبصل جميل جدا، والثوم مضاد حيوي. فكل دي حاجات جميله جدا لازم ايه تستعمليها للفراخ. مع طبعا احنا قلنا الايام الاولانيه، كام يوم الاولانيين استعملنا طبعا ايه بنزود نسبه بروتين العلف. لازم انا في اي دوره فراخ بيضه بلدي بط اي حاجه لازم تزودي نسبه بروتين العلف. هتزودي نسبه بروتين العلف هتاخدي تحويل جميل جدا، وهتضمني ان انت ما يبقاش في عندك كساح، ما يبقاش في عندك لين عظام، ما يبقاش في عندك كتكوت، هيبقى ماشي معاكي بسم الله ما شاء الله يعني مظبوط زي ما انتم شايفين. الله اكبر اللهم بارك. يعني اليوم الرابع حاجه زي العسل، وحاجه جميله جدا، وحاجه يعني من الاخر. ده بلدي مشعر يا جماعه. طبعا احنا ايه جايبنا الدوره دي للبيض ان شاء الله، وربنا يكرمنا فيها. عشان احنا كان معانا حبه فراخ بلدي، كان بلدي مشعر برضو، كانوا حلوين قوي معانا. بس جت بقى الفيروسات اللي جت دي في شهر 3 اللي فات، وراحوا كلهم. ما فضلش من كان يجي 100 فرخه بتبيض، وكان يجي 50 بيبيضوا، كانوا 50 على وش بيض. لحقناه واللي مات. فطبعا احنا ايه بنجدد من تاني. بس طبعا انا بجدد ايه، مش انا عندي السطوح بس، انا كده ايه عامله البطاريه دي هنا قدام الشقه تحت السلم كده، عشان طبعا ايه انا ما بعرفش يعني السلم صعب عليا في الطلوع والنزول. فهم كده يبقوا قريبين عليا، وان شاء الله لما يشدوا حيلهم ويكبروا كده هنطلعهم فوق، وربنا يقوينا برضو ونصور لكم ان شاء الله. الفراخ البلد عامه يا جماعه جميله والله، وتربيتها جميله طالما الفراخ البيضه غاليه. بس طبعا البلدي الهجين او الساسو هيبقى طبعا بديل الابيض، لان طبعا هيشيل لحمه اكتر من المشاعر. يعني انا عن تربيتي قبل كده الديوك جابت عندي في 3 شهور كانوا جايبين من كيلو وربع ل2 الا ربع في 3 شهور. برضو مش وحش، حلو لما انا اجيب حاجه بلدي. وانا عندي انا اصلا الابيض انا ممكن اقعد الابيض شهرين عندي، ما بذبحوش انا ايه على شهر. انا بحب الابيض برضو، ممكن اخد منه الاوزان عاليه، باخد منه 2 3 كيلو 3 ونص، فانا بخليه لما يجي يكبر معايا. لكن البلدي لما يقعد 3 شهور ويديني الوزن اللي هو قلنا عليه، اللي هو ال2 كيلو الا ربع وكيلو ونص وكيلو وربع، مش وحش برضو. ان احنا طبعا الكتكوت البلدي يعني 12 جنيه، وبعد وقت كان بيبقى ب 8 جنيه، واوقات بيبقى 10 جنيه. يعني هو دلوقتي اليومين دول غالي برضه. فحلو الكتكوت، حلو ثمنه حلو. انا بثمن واحد ابيض هجيب 3 بلدي. فال3 بلدي بسم الله ما شاء الله يعني. وبتهيالي البلد المشعر مش بيزحف في العلف زي اكله، مش زي الابيض. الابيض بيسحب معانا كتير. طالما الفرخ الابيض غالي هنجيب البلدي، يعني نعمل ايه. وفي بقى ان شاء الله انا جبت دول عشان انا بلدي عايزه بيض. انا بعد كده ممكن اجيب البلدي الهجين بيشيل وزن، ممكن اجيب الفيومي برضو بيشيل وزن. يعني احنا مش هنقف بس على الابيض، لا احنا ممكن ليه كذا بديل. وان شاء الله الثمن هيبقى يعني ثمنهم حلو. فاحنا كده هنجيب البلدي الهجين، هيبقى اغلى من البلد المشعر بتاع 2 جنيه، مش مشكله، بس هيبقى احسن برضو من الابيض. وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني حاجه زي العسل، حاجه جميله جدا. بس احنا ايه زي ما قلنا ما نأهملش ونقول الدنيا حر. لا الدنيا حر بس احنا نعتبر في اخر الشتاء، في اخر الصيف، الشتاء جاي. ممكن هتلاقي الجو بالنهار حر، ممكن هتلاقي بالليل برد. فخلي بالكم
من موجات الموجة بالليل بتبرد، فالحاجة عندكم خلي بالكم منها. لو انتي طفيتي مثلا اللندا هذه الحمراء، لو طفتيها بالنهار يا ريت تيجي بعد المغرب كده تروحي قايداها، عشان طبعا ما تحصلش اي مشكله ولا اي دروب الكتاكيت ان شاء الله، وربنا يتمها على خير ان شاء الله. ويا رب يكون الفيديو ده نال اعجابكم، ويكون طلعتوا بيه لو معلومه صغيره تفيدكم ان شاء الله. اقول لكم اشوفكم على خير، واتمنى لكم السعاده والخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.